ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ان شاء الله ولا قوة الا بالله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده انا هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده قطايف. انا بحب اعملها بالتمر. ده تمر زي ما انتم شايفين، منسول و آه، مفروم ومتعبي. هو انا شارياه جاهز بصراحة، مش انا اللي عاملاه. وديت النوعية بتاعته اهو، تمر سيوي. فده كيلو، هو بيجي جاهز بالطريقة دي اهيت. فبردك ده عشان لو حد حابب بردك يشتريه. انا ماسكه الكميه ديت، حاطه لها شويه زيت صغيرين و آه، شويه قرفه. انا بصراحه بحبها كده، بتبقى طعمها مختلف. وزي ما انتم شايفين كده، ده زبيب وجوز هند وسوداني. بردك هعمل بيه القطايف. ده نص كيلو اهوت. انا هبدأ بسم الله. هجيب برد واحدة هي. طبعا القطايف كلها محدش يعني تايه هنعملها، بس دي بالنسبة للبنات اللي هم لسه بيتعلموا اهوت. هاخد حتة طبعا بالطريقة دي وهقفلها كده زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. طعمها بيبقى جميل قوي يا بنات. بالتمر المنسول او بالعجوة بتبقى جميلة قوي. انا هعمل تاني اهوت. حاولوا طبعا ما كتروش عشان خاطر ما تطلعش منك، لان انا بصراحه جوزي جايب القطايف حجمين، حجم كبير وحجم صغير اهوت. انا بقى هكملها كلها بالطريقه دي وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين كده انا خلاص خلصتها بالطريقه دي. دلوقتي هاخدها اقليها على النار وهوريكم هقليها ازاي. زي ما انتم شايفين كده انا محضره كسرولة صغيرة كده، وحاطة فيها الزيت عشان خاطر ما تاخدش مني زيت كتير. هسيب بس الزيت آه، يقدح شوية، وبعد كده هبدأ انزل فيها القطايف. انا دلوقتي هنزل القطايف اهي فيها. تالي الزيت لسه شوية اهوت. انا بقى هحمرها، واول ما تحمر هطلعها في شربات بارد. على طول هحمرها بالطريقة ديت وهرجع لكم. زي ما انتم شايفين هي احمرت اهيت. هبدأ اخدها انزلها على شربات بارد اهوت. هكمل بقى بقية الكمية بالطريقة ديت وهرجع لكم ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، خلاص انا خلصت القطايف وده كان شكلها. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.